أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل 8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير. أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لمسابقة أفلام الطلبة المشاركة خلال فعالية النسخة الثانية عشر المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل إلى 2 مايو المقبل. استضم 8 أفلام مصرية متنوعة من مختلف الجامعات والمعاهد الفنية تعرض جميعها لأول مرة عالميا، وهي فيلم جفاف للمخرج مروان طاهر مدته 12 دقيقة وإنتاج 2026 يمثل المعهد العالي للسينما بالإسكندرية. فيلم إبرة في كوم قش مدته 14 دقيقة للمخرج باسل حسين إنتاج 2026 ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة، إلى جانب فيلم احتراق صورة إخراج أحمد فايز إنتاج 2026 ومدته 14 دقيقة ويمثل مركز الجيوزيت بالإسكندرية. كما يشارك فيلم من هنا للسماء إنتاج 2026 ومدته 15 دقيقة إخراج ألحان مهدي ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة، بالإضافة إلى فيلم يوم وفاة مازوت إنتاج 2026 ومدته 9 دقائق من إخراج مازن حجاج ويمثل جامعة بدر، وفيلم حتى شروق الشمس إنتاج 2026 ومدته 10 دقائق للمخرج محمد بدير ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة. ومن الأفلام مشاركة أيضا فيلم مترونوم إنتاج 2026 ومدته 13 دقيقة للمخرج أحمد عبد الكريم ويمثل مركز الجيوزيت بالإسكندرية، بالإضافة إلى فيلم مبني على قصة حقيقية المكون من 3 دقائق وهو من إنتاج 2026 إخراج أندرو عفت ويمثل جامعة حلوان. والمهرجان أسست وتنظمه جمعية دائرة الفن ويقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة وريد ستار ومحافظة الإسكندرية. وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلا من المخرج يسري نصر الله والمنتج صفي الدين محمود والدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان صبري فواز والناقدة علا الشافعي والمنتج أحمد فهمي والفنانة هنا الشيحة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.